بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من خلال قناتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني على صفحتي على الفيسبوك. 2 سوبر مبروك النهارده كمان السوبر للنادي الاهلي الهاندبول، وكانت مباراه الصراحه جامده والحمد لله ان احنا فزنا بالسوبر للهاندبول كده. اداره النادي الاهلي السنه دي كفت ووفت. وارجع في حته ان في نغمه كده اليومين دول، الناس عماله تتكلم على حظوظ النادي الاهلي. النادي الاهلي لو محظوظ اديني مش عارف فدان حظ ولا الكلام اللي بيتقال دوت، على اساس ان النادي الاهلي بس الحظ هو اللي بيخدمه، وان مفيش اي مجهود بيتعمل، وان مفيش اي ترتيب، وان المواضيع دي كلها بتيجي بالصدفه وانتم محظوظين لا بلا 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 والكلام ده كله. طبعا النغمه اللي طالعه ديت ابتدت من مباراه الهلال السوداني لما طاهر ضيع ضربه الجزاء. وطبعا كان الاهلي ملوش ضربه الجزاء دي، لو كانت دخلت ما كانش هيبقى في اي فرصه للنادي الاهلي ان هو يتاهل للدور ربع النهائي. ضربه الجزاء ضاعت. لعبنا الرجاء، بعد ما لعبنا الرجاء هنا وكسبناه سافرنا هناك ولعبنا برضو، وجت ضربه جزاء على النادي الاهلي والشناوي ما صدش حاجه، الكره جت في العارضه. فدي النغمه ابتدت من هنا. وبعد كده بعد ما ضربه الجزاء دي اتصدت طبعا النغمه زادت. وبعدين مباراه السوبر المفروض ان هو الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض، فجاي الزمالك طبعا انسحب. في ناس هتقول لك لا ده ما انسحبش، ده اعتذر. لا هو انسحب، وهنرجع اقول لك الفرق ما بين الانسحاب والاعتذار. المهم لعبنا مباراة السوبر، وبعد ما لعبنا مباراة السوبر كسبنا 1-0 ضربة جزاء. برضو في ناس بتقول لك ضربة جزاء، لا مش ضربة جزاء. المهم ان الكرة اتحسبت، وكان لينا اكتر من كرة كمان، يعني لينا الكرة بتاعت حسين الشحات برضو كانت ضربة جزاء. كان في المفروض ان هو علي جبر ده طرد من اول دقايق في الماتش. المهم اللي حصل ان الكرة ماشية معانا. هقول لك الكرة ماشية معانا ليه. هم 5 نقط او 6 نقط. استقرار فني، استقرار الجهاز، استقرار المدرب، استقرار اللعيبه، الاستقرار اللعيبه في الامور الماديه. يعني الناس بتاخد حقوقها اول باول. حتى قبل مباراه السوبر كان الكابتن محمود الخطيب عمل مفاجاه للاعيبه النادي الاهلي، وصرف لهم مكافاه نهائي نصف النهائي. ودي برضو كانت لفتة طيبة منه ان هو بيحفز اللعيبة. طبعا احترام اعضاء مجلس الادارة للجمهور، والجمهور بيحترم اعضاء مجلس الادارة. رئيس نادي محترم. شعبية الاهلي الطاغية في كل الدول العربية، وشعبية الاهلي مش بس في الدول العربية ولا في مصر، لا في اوروبا وفي امريكا، في كل حتة جماهير الاهلي منتشرة. وده كله بيجي في الاخر بيصب انك لما تكون انت مجتهد وبتعمل اللي عليك وبتشوف اللي ليك، وزي ما اتكلمت في الاستقرار الفني واستقرار الجهاز واستقرار اللعيبه، اداره محترمه كل واحد عارف اللي ليه وايه اللي عليه، ده بيؤدي في الاخر ان ربنا بيكافئك، ربنا بيكرمك. يعني جيت برضو مباراة، برضو من النقطة اللي اتكلموا فيها برضو، قال لك مباراة الترجي وخدوا عقوبة وخدوا عقوبة، قصدي 4 مباريات. شوف الحظ، شوف هم ماشية معاهم ازاي. طب انا ماليش ذنب في اللي حصل ما بين مباراة الترجي وشبيبة القبائل، اللي هو الجماهير في مشاكل ما بينهم وما بين بعض. النقطة دي برضو هتكلم فيها النهاردة، ما بين الامن وما بين الجماهير. فده اللي ادى انهم خدوا عقوبه 4 ماتشات و2 مع ايقاف التنفيذ. ف ما اقدرش اقول حاجه غير ان كل مجتهد نصيب، كل واحد بيعمل اللي عليه وبيبقى مستقر ومركز في شغله. في الاخر بيأدي ان هو ربنا بيكرمه، حظوظ بقى، ربنا بيسهل له اموره. ده اللي بيحصل مع النادي الاهلي، عشان نغمه انتوا محظوظين وان انتوا ماشيه معاكم كده حلاوه، والكلام اللي احنا عاملين نسمعه من بعض الجماهير الزملكاويه. هنرجع لنقطه اللي عايز اوضح لك الفرق ما بين الاعتذار والانسحاب. طيب دلوقتي جاء اتحاد الكوره قال لك في مباراه السوبر هتتلعب بين الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك قال لك اوكي موافقين.
لما يقولوا اوكي موافقين، لو في ساعتها فرقه من الفرقتين قال لك لا معلش انا بعتذر ومش هقدر العب، يبقى خلاص كده، يبقى المباراه قبل ما يطبع التذاكر وقبل ما يعلنوا عن الاهلي والزمالك وقبل ما يرتبوا ترتيبات ويتكلموا الاتحاد ابو ظبي ان احنا الاهلي والزمالك هما اللي هيلعبوا، ويبتدوا يطبعوا تذاكر ويبتدوا يعلنوا ونزلوا البرومو والكلام ده كله، ده في الحاله دي قبل الكلام ده كله يبقى اعتذار. اما بعد الكلام ده كله وخلاص الناس كلها مستنيه مباراه الاهلي والزمالك وهيلعبوا، ويجي قبلها ب 24 ساعه ولا 48 ساعه عايز يضرب كرسي في الكلوب عشان يحرج الكره المصريه ويحرج الاتحاد المصري ويحرج الناس دي كلها، يبقى شكلنا وحش، وده اللي حصل فعلا، يبقى ده انسحاب. الفرق ما بين الانسحاب والاعتذار في العقوبه، لو هو اعتذار زي ما قلت لك من اول وهله دخلوا وقالوا خلاص يا جماعه احنا مش هنقدر نلعب المباراه ديت، بتكون الاعتصار فيه عقوبه لمده سنه ونص مليون دولار، نص مليون. وبالنسبه لو هو انسحاب بتبقى سنتين مع مليون جنيه. مليون جنيه لو في حاله الاعتذار بتبقى سنه مع نص مليون جنيه، وفي حاله الانسحاب تبقى سنتين مع مليون جنيه. ده الفرق ما بين الاعتذار والانسحاب يعني. في بقى جه عبد الكريم عبد الهادي، ده اعلامي تونسي، اتكلم في موضوع ماتش الاهلي والترجي، وهو اقر واعترف ان الجماهير التونسيه او جماهير الترجي لازم تتعاقب عشان اللي حصل ده مش معقوب. هو راجل يعني منصف في كلامه يعني، وقال لك اللي بيدور في الكره التونسيه في الوقت الحالي هو مشادة ما بين الجماهير والامن، اللي بيدور في الكواليس ان في بعض الناس بتحرك جماهير الترجي لاغراض معينه او لاجندات عايزين ينفذوها على الاراضي التونسيه. وطبعا اللي حصل ما بين لعيبه الترجي التونسي وشبيبه القبائل في المباراه كانت عاديه يعني ما فيهاش اي مشاكل. هي المشاكل جت من الجماهير، مع ان جماهير الترجي كانت فايزه وكانت مؤهله ما كانش عندهم اي مشكله في الموضوع دوت. بس اللي حصل اللي احنا شفناه على الشاشات التلفزيون من جماهير الترجي، ممكن نقول بعض جماهير الترجي انهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء بصراحه يعني. ولما ابتدى جمهور الاهلي والناس ابتدت تتحرك هنا او ابتدت تحط سبوت على الموضوع دوت، هم طبعا خايفين على اللعيبه اللي هتروح تلعب هناك. وطبعا نزل القرار بالعقوبه 4 مباريات تتم اوقاف التنفيذ، و2 في مباراه الاهلي رايح جاي. طبعا دي برضو يعني حاجه مصلحه لينا ان احنا نروح نلعب هناك في رادس من غير جماهير. دي حاجه يعني ان شاء الله يكون ربنا كاتب لنا النجاح في المباراه ديت، وبعدين نتقابل في مصر ونلعب مباراه الاياب يعني. وقال لك في برضه مشكله ما بين الجماهير، ان الجماهير برضه للاسف يعني بتخش جوه بتبقى يعني شاربه ومش عارف ايه الكلام ده كله، فبيزيد الشغب، بتزيد الهمجيه معاهم، فده برضه سبب من الاسباب. ورجع اتكلم قال لك عن النادي الاهلي. النادي الاهلي يعتبر فريق كبير وفريق محترم، بس المستوى نادي الترجي هو مستوى متذبذب، بس في البطولة الأفريقية بيكون الحافز أكبر، واللعيبة بتبقى بتعمل أقصى مجهود عندها على أساس إن هي عارفة إن دي مباريات مش على اللونج تايم يعني، بتبقى مباراتين بيتحدد مين اللي هيصعد للدور اللي بعد كده. واستغرب هو على حط سبوت على موضوع او اللاعب القندوسي، قال لك ده لاعب كبير قوي وازاي الاهلي ما بيلعبوش، ولو الاهلي لعبه هيستفاد منه كتير. وطبعا احنا عارفين وواضح ان القندوسي لاعب كبير، وبس هو ياخد مباريات وتبتدي الثقه تزيد عنده من مباراه لمباراه، وان شاء الله هنستنى كتير من لاعبنا الجزائري القندوسي، وهو لاعب كبير ولاعب محترم يعني. هنيجي بقى الموضوع مرتضى منصور واللي هو ماسك في الكرسي مش عايز يسيبه،
ووزاره الرياضه عايزه تحل المجلس، وبيرتبوا البيت دلوقتي مين. الناس كلها بتتكلم على حازم امام وايمن يونس ان هم يبقوا مسؤولين عن الكوره او مسؤولين عن رئاسه مجلس اداره نادي الزمالك. وطبعا مرتضى منصور هو اكيد بيطول في الموضوع ومش عايز يسيب الكرسي او مش عايز يسيب النادي، اكيد بيحضر لحاجه وفي حكم هيصدر، هيبقى حكم قصاد حكم وهيرجع يكمل. بس طبعا ده اللي ما بتتمناهوش كل الجماهير، اذا كانت اهلاويه واذا كانت الزملكاويه، ما بين قوسين الزملكاويه الناس اللي هي العاقله اللي هي ما ايدتش مثلا قرار الانسحاب دوت. عشان انا لغايه دلوقتي انا بسال سؤال وبوجهه للزملكاويه، ايه اللي انتوا استفدتوه من الانسحاب من مباراة السوبر؟ ما استفدتوش اي حاجة. كلام كله شعارات. نادي الكرامة، نادي الوطنية، الموضوع كله في قضايا اذا كانت هترفع الموضوع للفيفا بره وتعمل اللي انت، انا ما بقولكش انت تعمل ايه وما تعملش ايه، بس انا بتكلم ان انت عارف ان انت وميديا عمالين بتتكلموا، ميديا عمال يقول لك انا هجيب المحاميه بتاعتي وانا اللي هدفع فلوسها ومش هنسيب حق. طب ما اوكي، امشي في اللي انت ماشي فيه دوت. ارفع قضايا، وكل محامين من بره، بس العب مباراه السوبر. مباراه السوبر ماتشات الاهلي والزمالك ما بيكونش فيها توقعات. يعني مثلا ايه، مو الاهلي يبقى في اعلى فورمته بس يجي الزمالك ممكن ياخد البطوله، ممكن الزمالك يبقى في اعلى فورمته ويجي الاهلي ياخد البطوله. بس هي النقطه اللي انا بتكلم فيها ان قرار الانسحاب ده قرار فاشل. وانا من وجهه نظري ان اداره نادي الزمالك في حاله التخبط اللي هي كانت فيها انسحبت من مباراة الأهلي عشان كانت عارفة إن إحنا أو الأهلي كان هيعمل مباراة قوية جدا قدام نادي الزمالك، وكانت ممكن توصل إن يبقى في سكور عالي أو تبقى في فضيحة. فعشان تهرب إدارة نادي الزمالك أو يهربوا الزملكاوية من كده قرروا الانسحاب. ودي وجهة نظري واحترم كل وجهات النظر. وفي نقطة تانية برضو، مدرب الزمالك طبعا بعد ما شاف مباراة السوبر قال يا جماعة يعني انا كان من حقي ان انا ابقى في الواجهة، وانا من حقي ان انا العب المباراة ديت. المباراة دي كانت هتفرق. ده كلام بقى الناس اللي هي بتفكر عمليا، مش بتفكر في شعارات وبتفكر في مصلحتها وبتفكر في انها ازاي تغطي على المشاكل اللي عندها بان تلهي الجماهير وتوجه الجماهير لحته اللي احنا هننسحب وكرامه. يعني انت يعني انا طبعا معترض على الموضوع دوت وشايف ان هي قصه او سيناريو اتعمل على جماهير النادي الزمالك، سيناريو فاشل. والعقلاء طبعا كانوا رافضين موضوع الانسحاب دوت. وبالتالي مرتضى منصور قاعد لغايه دلوقتي. وطبعا كل الاجتماعات اللي بيعملها او كل التصريحات اللي بيقولها او كل البيانات اللي بيعملها دي بطله ان هو رئيس معزول. والحمد لله ان هو انعزل، وان شاء الله ان شاء الله تكمل على خير. وايا كان اللي هيجي من ايمن يونس، حازم امام، طبعا حازم امام ليه بعض السقطات وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، بس هيكون برضو في التعامل باحترام وبأدب وبفكر، وهم ناس أساسا بتوع كورة هيعرفوا يوجهوا النادي في الطريق الصحيح. وده هيبقى المسار الصحيح لنادي الزمالك في حالة حل مجلس إدارة نادي الزمالك مع مرتضى منصور حل مجلس إدارة نادي الزمالك مع مجلس الإدارة ومع مرتضى منصور. وبالتالي هتكون دي مصلحة للكل، لأن جماهير النادي الأهلي اللي هتهدى المشاحنات اللي ما بين الجماهير وعملية إشعال الفتنة ما بين الجماهير وبعضها، وهيبقى في رقي في التعامل ما بين الجماهير وبعضها وبين الإدارات وبعضها. مش هو ده اللي احنا بنتمناه للكرة المصرية في وجود شخصية زي شخصية مرتضى منصور. ومع نهاية الخبر دوت هتكون نهاية حلقتنا. اليومين الجايين هنبتدي نركز على حلقات جديدة، ونبتدي نركز على الترجي التونسي وعلى على مباراة الذهاب هناك في تونس في رادس. والف الف مبروك تاني لكباتن الهاندبول السوبر. كده احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وان شاء الله هتبقى فيه نجاحات اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.